السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فوز الزمالك على سيراميكا 2-0 امبارح خلى جماهير الزمالك فرحانه جدا، ولعيبه الزمالك وكل المنتمين للزمالك فرحانين، وده حقهم. بس الفرحه الطاغيه دي غريبه في اول مباراه في الدوري. يمكن هم بيتعلقوا بامال ان هو خلاص الزمالك راجع وكده، فعشان كده الفرحه عاليه. كل ده من حقهم، ولكن مش من حقهم كجماهير ان هم يسبوا ويشتموا في الناس. غريبة جدا موضوع سب الجماهير ده بشكل كبير لازم يكون في وقفة ليه. حق زيزو وأسرة زيزو، حق أي مشاهد محترم بيتفرج على المباراة إن يبقى في عقوبة للناس دي. دول شوية عيال وفي الآخر محدش بيحاسبهم. لازم يكون في عقوبة فورية تطلع من رابطة الأندية، ولازم كمان الأجهزة الأمنية تتدخل للقبض على هؤلاء الأشخاص. انت تحفل في الكورة براحتك، شجع فريقك، تطلع هتاف اغنية، تعمل كل اللي نفسك فيه، تتريق على اي لاعب، تسخر من حد عادي، كل ده في اطار الكورة وفي اطار التشجيع مقبول. انما السب والخوض في الذمم والاعراض لما تتكلم عن زوجة لاعب ده حاجة صعبة جدا بصراحة. محدش يقبلها، ولا لأي حد، ولا اللاعب في الزمالك ولا لاعب في بيراميدز ولا أي حد. لكن تمسك زوجة لاعب سباب وخوض في عرضها بالشكل ده عشان مش عاوز يكمل معاك وراح الأهلي وخرج بكل احترام ولم يسيء لأحد، يبقى انتوا ناس محتاجة تتعالج، وعندكوا مشكلة ان انتوا ما بتقبلوش الخصومة او الانفصال بهدوء او باحترام. دايما يا معايا يا ضدي. طبعا الموضوع لازم يحصل فيه تدخل فوري من المسؤولين ومن رابطة الأندية ومن اتحاد الكرة، عشان دي بداية صعبة جدا، لأن مردودها هيبقى مرير، لأن طبعا في جماهير كمان قصادها هترد عليكم وهتشتم برضه، وهيبقى فيه مشكلة كبيرة. فلو ما كانش في قرار رادع للموضوع ده هتلاقوا رد من جماهير الاهلي، وهتلاقوا رد من جماهير اخرى لو برضو حصل وتعرض ليها سباب، وهتلاقي ناس مأجورة وبرضو مش عاجبها حاجة وهتسب وهتلعن وتخوض في الذمم والأعراض. فلازم يبقى في وقفة من اتحاد الكورة والمسؤولين عن الموضوع ده بشكل كبير جدا. افرح زي ما انت عايز بفوز فريقك، وهيص ومجد فريقك ومجد اللعيبه اللي عندك، وخليك مبسوط وكل حاجه، لكن مش على حساب ذمم واعراض الناس. والخوض في الذمم والاعراض ده من اصعب الحاجات. وكمان السب ما هواش حاجه حلوه يعني عشان الناس تتباهى بيها.